بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبائي أصدقاء قناة كوكب الشرق، أهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء جديد مع قناة كوكب الشرق، ولقاء مع الإعلامية ريهام سعيد بعنوان سبحة والسحر الأسود. في يوم عادي جدا زي أي يوم ممكن يعدي علينا، فجأة بوست بينزل على صفحة ريهام سعيد الشخصية. البوست ده بيقلب الدنيا فوقاني تحتاني، كلام مش مباشر لكن كل حرف فيه كان مرعب فعلا. بتقول في ريهام اتعمل لي سحر من ست كبيرة في السن بشعر أبيض وسرقت السبعة بتاعتي. الجملة دي بس كانت كفيلة تخلي الكل يسأل مين الست دي وازاي سرقت سبحة. يعني سرقة السبحة دي ازاي تقلب حياة انسان؟ الناس بدأت تدور وتخمن وتسأل بعض لحد ما بدأت الأصابع تتوجه ناحية نيفين أبو شالة، خبيرة الأبراج المشهورة واللي ليها جمهور مش قليل على قناة هي. طب ليه نيفين؟ وليه ريهام تطلع تقول كده؟ وهل في خناقة قديمة ما بين نيفين وما بين ريهام؟ احنا في التحقيق قررنا ما نسيبش الموضوع يعدي كده ونقول ونقلب في الكواليس اللي عمرها ما خرجت في النور. في مصادر داخل قناة هي أكدت لينا إن الخلاف الحقيقي بدأ من أكتر من سنة لما ريهام اختفت من القناة فجأة، والناس بدأت تسأل راحت فين. في الوقت ده كان فيها همسات إن السبحة بتاعتها اختفت من شنطتها، وبعدها بدأت تحس بتدهور في حالتها النفسية والصحية. ريهام في جلسة خاصة مع فريق العمل بتاعها قالت بالنص: أنا حياتي بتنهار ومش لاقية تفسير غير إنها عاملالي عمل، والمقصود هنا هو السيدة نيفين أبو شالة. وعلشان الأمور تزيد سخونة، مصادر من الكنترول قالت إن في مواجهة حصلت في الكواليس. ريهام بصت في عين نيفين وقالت لها: انت اللي اخدتي السبحة وانا عارفة ده كويس. وخرجت من القناة بعدها بأيام. ريهام مش بس كتبت على السوشيال ميديا، لا، ظهرت في فيديو وقالت: انا مش بخاف، اللي بيحارب ربنا عمره ما هيكسب. الرسالة كانت واضحة ومباشرة وكلها اتهامات لناس ما سميتهمش، لكن الكل عارف هي تقصد مين. والعجيب ان نيفين التزمت الصمت ولا ردت ولا علقت، وده خلى الناس تتأكد اكتر انها هي المقصودة. احنا وصلنا لمصدر من المقربين لريهام قال لنا ان فعلا ريهام راحت للشيوخ ودجالين عشان تفك السحر، وقالت لهم: انا عايزه ارجع زي الاول، حياتي بايظه، صحتي، شغلي، كل حاجه. لكنها في نفس الوقت بدات تراجع نفسها وتسال: هو انا فعلا اتعمل لي سحر، ولا انا اللي بصدق، ولا في حاجه اكبر بتحصل؟ الصدمه ان نفس المصدر قال ان ريهام عرضت على حد يشتري منها السبحه، وقالت بالنص: مش عايزاها تفضل في حياتي، يمكن لما تخرج من بيتي اشوف النور تاني. احنا مش هنا عشان نحكم، لكن لازم نسأل: ازاي اعلامية كبيرة زي ريهام سعيد اللي دايما كانت ضد السحر والدجل توصل لمرحلة تصدق ان سبحة مسروقة دمرت حياتها؟ هل هي مجرد شماعة بتعلق عليها فشل او تراجع في حياتها، ولا فعلا في حاجة أكبر مننا بتحصل في الكواليس؟ اللي نقدر نأكده إن القصة دي مش بس عن سبحة أو سحر، دي عن صراع شهرة
صراع طاقة، صراع وجود. التحقيق ده ممكن يكون فتح باب لأسئلة كتير جدًا أكتر ما جاوب على أسئلة، بس اللي نقدر نقوله إن الست الكبيرة بشعرها الأبيض بقت رمز في ذهن الجماهير، رمز للخوف، للشك، للغموض، وإحنا لسه بندوّر. هل ريهام سعيد ضحية فعلًا والّا بطلة القصة صنعتها بإيديها؟ استنونا إن شاء الله قريب جدًا، لإن اللعبة دي لسه في بدايتها. فضل لحضراتكم إني أقول لكم إن ريهام سعيد مواليد 31 مارس 75، يعني يمكن تخطت ال50 سنة السنة دي، إعلامية وممثلة، وشاركت في العديد من المسلسلات وقدمت عدد من البرامج التلفزيونية، ويعد برنامج صبايا الخير من أشهر ما قدمت لما يطرحه من قضايا مثيرة للجدل. بدأت حياتها المهنية مذيعة برنامج صبايا بإحدى القنوات الفضائية، ورغم الانتقادات الكتيرة والعديدة اللي لاقتها واتعرضت ليها ريهام علشان جرأتها في تقديم برنامجها، إلا أنها ما توقفتش واستمرت في تقديم المواضيع الشائكة والساخنة، ولكن لحضورها أثر في دخولها عالم الدراما التلفزيونية سنة 2004 بمسلسل عيش أيامك مع الفنان نور الشريف، وتوالت أعمالها الفنية وشاركت الممثل أحمد بدير بطولة مسرحية مرسي عاوز كرسي، وقامت بتأدية دور الفتاة الصعيدية بمسلسل شارع عبد العزيز مع الممثل عمرو سعد، وشاركت في مسلسل الشك مع الممثلة مي عز الدين، ولها مسلسل قلوب مع الممثلة علا غانم، ومسلسل ابن حلال اللي أذيع في رمضان 2014، وأثارت برامجها الإعلامية سخط وزوبعات إعلامية لأكثر من مرة بسبب اتهامها بعدم المهنية واستغلال الشخصيات اللي بتغطيها وفبركة قصص إعلامية، وحكم عليها بالسجن في أكثر من قضية، منها سب الفنانة زينة وقضية فتاة المول. دش نشطاء وإعلاميين مصريين حملة لإيقاف الإعلامية ريهام سعيد بسبب حلقات ليها في برنامج صباح الخير على فضائية النهار أهانت فيها اللاجئين السوريين عندما قامت بتوزيع مساعدات عليهم في أحد مخيماتهم بلبنان بصورة مقززة. ولقى الفيديو وكلام المذيعة المصرية استياء الكثيرين، خاصة عندما تحدثت ريهام سعيد بطريقة وصفوها بغير الحضارية وأقرب إلى الشماتة من اللاجئين ومن مواطني دول الربيع العربي اللي قامت فيها الثورة، مؤكدة فيها إن حديثها هو حال كل الشعوب اللي بتضيع بلدانهم. مفيش اتنين هيختلفوا برضو على إن ريهام سعيد إعلامية شاطرة. شكرا لحضراتكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله نتناول في أسرار جديدة من الأسرار الفنية.